السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم واحد الفقاس اللي هو جد سهل، تيجي مقرمش وبدون تكسير في التقطيع ديالو. قبل ما نبداو تنبغي دائما نرحب بالناس اللي نضافوا جداد عندي القناه، تنقول لهم مرحبا والف مرحبا، والناس كذلك تيشوفوا قناتي بالصدفه. هذا الفقاس هذا تنحتاجوا له واحد 4 ديال البيضات، ما يكونوش كبار بزاف. تنديروا 3 في العجين، والصفر ديال وحده تنحتفظوا به للدهن. واحد الطريقه ديال القياس اللي تعجبني انا، تناخذ واحد الزلافه تنعبروا بها داك البيض، سوا 3 سوا 4، تنعبروا بها عاود زلافه ديال سنيده، من بعد تنزيدوا زلافه ديال الحليب، والا ما كانش متوفر الحليب فنديروا فقط زلافه ديال الماء. من بعد غنعبروا بنفس الزلافه، غنعبروا بها الزيت، نزيدوا واحد 3 د المعالق تقريبا ديال الزنجلان او نص كاس. من بعد غنزيدو عاود واحد المعلقات او واحد الكميه ديال اللوز، انا ما عبرتهاش. هاد اللوز هذا فغادي ناخذو غادي نهرسو، حيت كاين اللي ما تيبغيلوش الدراري داك اللوز هكاك صحيح. غندير واحد 2 ديال الخمارات وجوج ديال الفاني. اللوز انا هرسته غير بهاد الطريقه هذه. صافي تنخلط المقادير كاملين مره واحده الا الخميره. صافي تنزيد واحد شويه ديال الدقيق، بشويه بشويه. من بعد تنزيد الخماره. صافي تنخلط المقادير ديالي كاملين، ما يكونش العجينه عندي جاريه وما تكونش قاصحه بزاف باش يجيني الفقاس هشيش. صافي هنايا انا كملت، غادي نخلط غير باليد لان اليد هي اللي تعطينا لا تيكستور ديال او القياس ديال العجين. غادي نخلي العجين ديالي يرتاح واحد 5 ديال الدقائق. من بعد غندير منها حرابل هكذا. الا كنت بغيت الفقاس كبير فغندير الحرابل الغلاض شي شويه، بغيت الفقاس يكون صغيور فندير الحربول صغير. صافي درتهم على هذا الشكل هذا، فغادي ناخذ الصفر ديال البيض، فغنزيد عليه واحد شويه ديال الحليب، ممكن انني نزيد عليه الخل باش ما يخليليش ديك الريحه الزفوره. صافي غادي ندهن به القضبان هادو ديالي ديال الفقاس او الحرابل، كل واحد وكيف تيبغي يسميهم. من بعد غندير فيهم واحد الشريطات بلا فورشيت. صافي دخلتهم الفران على درجه الحراره ديال 200. والفقاس واخا يطرطق ليه هكذا فما نخافش منه، لان هذاك الشيء تيعطيه غير واحد لا ديكوراسيون. هنا باش نعرف الفقاس ديالي انه طاب تندخل واحد السكين رقيق او واحد الكوردون اللي هو العود ديال السنان، تندخلو لداخل في وسط العجين. الا خرجت لي العجين في الموس او في الكوردون راه باقيين خضرين، خاصهم واحد شويه يطيبوا، خاصو يخرج ناشف بحال الشكل ديال الكيك. هنا غطيتهم بواحد المنديل يكون مبرد شي شويه بالماء. كيف شفتوا راه فداك التقسام اللي كانوا مقسمين انهم عاودوا تجمعوا واحد شويه. وواحد الملاحظه، راه الفقاس راه واخا يتحمر راه ما نخافش منه انه يتهرس. كيف تشوفوا في هاد الحريبلات هادو فانا يفوت ليهم الطياب، ولكن ما غاديش تثق فيهم حتى تفرتيت نهائيا. صافي هنايا غادي ناخذ الفقاس ديالي، فغادي نديرو على حساب القياس اللي انا بغيتهم، سواء بغيت الفقيقسات رقاق سواء بغيتهم متوسطين، المهم على حساب كل واحد كيف تيبغي الفقاس. كاين اللي تيبغيه مدور فما يميلش الموس، الا بغيتيه صغيور شي شويه فتنميل الموس واحد القياس، والا بغيتو كبير تنميل بهذه الطريقه هذه، يعني تنميل الموس بزاف. وعلى حساب حتى الغلظ، الا بغيت نغلط الفقاس فماشي مشكل، غير هو خصو يتحمر مزيان. صافي قطعتهم انا على هذا الشكل هذا اللي بغيتو، دخلتهم للفران عاودوا تحمروا من الواجهتين. حصلت على هذا الشكل هذا، فهو تيجي لذيذ ومقرمش وحتى تيجي هشيش. تنتمنى هذا الفيديو هذا انه ينال الاعجاب ديالكم. فاللي تيشوف قناتي فقط بالصدفه فما يبخلش عليا بواحد اللايك وبواحد الاشتراك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. خليو لي ارائكم في التعاليق. تنتمنى فيديوهاتي انها تنال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في وصفه جديده او موضوع جديد. دمتم بخير والى اللقاء.